تخيل معايا انك تدخل اوضتك وتطلع كل حاجه جواها، ما بقاش فيها فرش ولا ناس ولا اي حاجه، وتبص كده وتقول بس هي كده فاضيه، فيطلع لك حد فيزيائي ويقول لك لا خلي بالك حتى الفراغ مش فاضي. ايه الجمله دي؟ ازاي ده بيحصل؟ الفراغ في طاقه اسمها طاقه الفراغ. الفيزيائيين بيقولوا ان الفراغ مش مكان سكون، ده مكان فيه طاقه شغاله 24 ساعه. جوه الفراغ جسيمات صغيره جدا بتطلع وتختفي، طاقه بتدخل وتطلع، تفاعلات بتحصل على مستوى عالم غير العالم اللي انت شايفه وعارفه. زيرو بوينت انرجي بيسموها بطاقه النقطه الصفريه. فكره ببساطه انك حتى لو شلت كل حاجه موجوده في المكان مش تقدر تشيل الطاقه الاساسيه اللي موجوده فيه. زي لما تطفي موبايلك وتبص تفتكره بقى حته حديده، لكن جواه طاقه متخزنه هي اللي بتخليه يشتغل تاني لما تدوس على زرار الباور. في الفيزياء في حاجه غريبه اسمها الجسيمات الافتراضيه. الجسيمات او الحاجات دي بتظهر فجاه وتختفي فجاه في خلال وقت صغير جدا جدا، لدرجه انك مستحيل تشوفها، لكن الاجهزه العلميه بتشوفها وبتثبتها. زي شراره صغيره جدا بتشوفها بتطلع وتنطفي، بس ده بيحصل ملايين المرات في الثانيه الواحده. وده معناه ان الفراغ مش ثابت وفاضي، ده بيغلي وجواه نشاط انت اللي مش شايفه بعينيك. خلينا اديلك مثال بسيط. عارف لما تجيب مغناطيسين وتقربهم لبعض وينجذبوا او يتنافروا حتى لو في فاصل ما بينهم فراغ، القوه دي ماشيه في ايه؟ في طاقه الفراغ. مثال تاني، عارف لما تجيب هيدفون وتحطها على ودانك في اوضه ساكته خالص وتبدا تسمع وش خفيف؟ ده مش صوت، ده نشاط الخلفيه اللي كان موجود في المكان. الفراغ كده بس اصغر واعمق ملايين المرات. في تجربه تانية اتعملت، جابوا لوحين معدن وقربوهم من بعض جدا، واللي حصل ان اللوحين لمسوا بعض من غير ما حد يلمسهم. ليه؟ لان الجسيمات اللي موجوده في الفراغ اللي قلنا عليها ضغطت عليهم من بره اكتر من جوه، وده دليل علمي ان في طاقه حتى في العدم. ده يخليني اقول لك ان حتى الفراغ فيه حركه، فما تستهونش باللي انت مش شايفه.